ما هو طول ما انا قاعده لوحدي مش لاقي حاجه اعملها، ههريكوا فيديوهات. في نقطه كنت عايزه اتكلم فيها بجد. البنات دلوقتي في شكاوي كتير قوي كده من بنات اللي هي داخلين على الخطوبه. كل بنت ناويه تتخطب تسمعني كويس. الذهب هنجيب دبله ذهب عشان الذهب غالي، وهنجيب الباقي الشبكه صيني، ذهب صيني. طب ما هو يا تجيبي دبله بس، يا ما تجيبي، يعني مش يعني ليه شبكه صيني ذهب صيني؟ لا، عشان الناس ما تقولش احنا مالنا ومال الناس. هتجيبي ذهب، هاتي ذهب، لكن بلاش شبكه ذهب صيني وانزل اجيب شبكه وذهب، لا بلاش. ده اولا. ثانيا، مش هيجيب ذهب في حاله او في حالات معينه، لكن يعني هو مش في المطلق جاي ما حلتوش حاجه ومش هيجيب ذهب. تمام، يعني في راجل بيجي البيت هيجيب دبله. طب عندك شقه؟ لا. طب عامل ايه في دنيتك؟ مفيش حاجه، هي الدبله. ما ينفعش، ما ينفعش. انا بحبه وبعشقه، مش هينفع استغنى عنه، وانا عايشه معاه قصه حب بقالي كام سنه. لا، اسمعي مني والله، لا. في البعدين لو هو ما قالهاش ممكن حد من اهله يقولها لك، انت تردسي بيه، هو ما حلتوش حاجه. لو هو شال ده على راسه وقدره، اهله ممكن ما يقدروهوش. ممكن تيجي بعد كده تلاقي عندك انت حد من عيلتك انت، طبعا هتبقي انت اتجوزتي وعشتي حياتك وخلاص عرفتي بقى الصح من الغلط. يعني في حاجات هتكتشفيها بعد الجواز بفترات. هتيجي مثلا تتكلمي مع حد تقول لها ايه، تنصحي حد مثلا نصيحه وتقول لا يعني ما ينفعش ان انت مثلا ايه، تتنازلي عن كل حقوقك، لازم تتمسكي بحق من حقوقك، مش عارف ايه. هتقولك الله، مين؟ شوفي مين اللي بيتكلم، ما انت عملتي كده. فهتجيبي الكلام لنفسك من اهلك ومن اهله ومنه هو شخصيا لو ده ما حصلش. فدايما خلي عندك كده في حقوق لازم تاخديها، واهلك دايما ليهم نظرة بعيدة، فخدي بالك منها. ما تتنازليش، ما تتفقيش مع خطيبك او اهل خطيبك على حاجة من ورا اهلك. تعملي حاجة يعني تتفقي معاهم اتفاق مثلا ان انت هنعمل كذا بس قدام بابا وماما، لا اوعي، اوعي. هتندمي ندم عمرك بعد كده والله. ودايما الحياة بتبقى مشاركة ما بين الاتنين بعد كده. تمام. ودايما دايما حطي في دماغك ان اهلك شايفين الصح، شايفين الصح. خلي بالك مراية الحب عمياء، وفعلا الكلمة دي مش مجرد مثل، دي حقيقة. مراية الحب عمياء. دايما طول ما انت بتحب الشخص ومتعلقة بيه، انت معمية عن حاجات كتير قوي ممكن ما تاخديش بالك منها، عن تصرفات حد من الاهل، حد من الاخوات. كل ده انت مش مركزة معاه. اتجوزتي، يلا بالشفا. بس كده. اسمعوا كلامي والله العظيم، واسمعوا كلام اهاليكوا قبل كلامي.